حبايبي الحلوين، السلام عليكم. ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بسكوت الانكشاير. تعالوا نشوف مقاديره يا حبايبي، سهل وبسيط خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا 600 جرام سمنه، يعني نص كيلو و100 جرام. وزناه حطيت في الكوبايات 3 كوبايات بالمج دوت عشان اللي ما عندهاش ميزان. معايا هنا ربع كيلو نشا او 400 جرام، ومعايا كيلو دقيق جميع كل الاغراض، يعني اي دقيق عندك هتستعمليه. معايا هنا ربع كيلو سكر بودره، دي معلقه ملح، 4 ورقات فانيليا او معلقتين فانيليا صغيرين علشان البيض. معايا هنا 3 بيضات، ومعايا هنا جزازتين، ده اختياري انا حباه يعني لان السمنه نباتي طبعا، فجايبه جزازتين بريحه السمنه البلدي. اللي حابب يضيف يضيفه، مش حابب مفيش مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كل المكونات بتاعت بسكوت الانكشاير بتاعنا. بسم الله. السمنه جامده زي ما هي يا حبايبي، ما تسيحوش ولا حاجه يعني. بسم الله. تعالوا نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه الملح هي اول حاجه. بسم الله. هنزل بالسمنه. بسم الله. بعد السمنه هضيف السكر على طول، وما انساش معلقه الملح اللي انا حطيتها يا حبايبي ديت. والمقدار ده مقدار كبير، اللي عايز يعمل نص المقدار بس مفيش مشاكل، اقسميه نصين، اقسميه 3، مفيش اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عندها مضرب تشتغل بالمضرب، اللي هتشتغل يده وتشتغل يده. هرب البيض والسمنه والسكر على بعض، بس الاول هضرب السكر والسمنه مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه سريع يا حبايبي، مش صعب ولا حاجه، بايدك تقدر تعمليه، بالمضرب تعمليه، مفيش اي مشاكل. خلاص كده يا حبايبي، دوبت السكر اهوت في السمنه مع الملح. هجيب دلوقتي البيض. بسم الله. وهجيب الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. وريحه السمنه البلدي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش بيكنج باودر ولا في اي ماده رافعه، زي البيتيفور بالظبط او زي الغرايبه بالظبط كده. تمام. وهنا انا خلط الدقيق مع النشا ببعضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا انزل كده حبه حبه، وبرضه مش هنعجن كتير، يا دوبك يتماسك كده معايا واعرف المه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده يا حبايبي، العجينه بتاعتنا بقت تمام اهي. باقي معايا من كيلو الدقيق وربع كيلو نشا او 400 جرام نشا، باقي كوبايه، يعني مقدار كوبايه او مساحه الكوبايه اللي هو المج ده على حسب فرق الدقيق. يعني ممكن تحط مقدار السمنه اللي انا حطيته والمقدار اللي انا حطاه ياخد معاكي كميه الدقيق ده كلها، وممكن زي كده الدقيق ما يكونش ممتص سيوله كده فيفضل معاكي دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل حبه الدقيق دول ونقطع صينيه كده مع بعض. بسم الله. الصينيه مش مدهونه ولا حاجه يا حبايبي، لان هو مش محتاج دهن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده كده. بسم الله. ولو حابين تضيفوا كاكاو ضيفوا، بس يعني احنا حابين نخليه ساده كده. هنولع الفرن يا حبايبي درجه حراره 180 على الشبكه، مش هنحط حاجه من على الصاجه من تحت. هياخد لون بالظبط من تحت كده زي الغريبه او زي البيتيفور، مش هيحمر وشه خالص ولا هنولع عليه الشوايه. وهنطلع ان شاء الله ونزين مع بعض باذن الله. هخلص الكميه اللي معايا تقطيع وهزين، هبدا ازين معاكم ان شاء الله.
خلاص كده انا عبيت اول صينيه يا حبايبي اهيت، هدخلها الفرن زي ما قلت لكم، وهرجع معاكم بعد السوا نشبك ان شاء الله ونزينه مع بعضين. خلصت الكميه يا حبايبي سوا اهيت بعد ما قطعتها وسويتها اهيت. كل صينيه من الصواني اللي انا قطعتها يا حبايبي دي بتاخد معاكم في الفرن ربع ساعه، ما تستعجلوش عليه. والحجم بتاع الكره اللي انت قطعها هيتضاعف شويه، ما تقلقيش برضه. ده السوا بتاعه ابيض من فوق خالص ومن تحت لون ذهبي جميل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا فرماسيه، ممكن جوز هند برضه مفيش مشاكل، ومعايا مربى طبعا ممكن بالمعلقه عادي، انا عبيتها بقرطاس كده علشان تبقى سهله عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نزوق كده بسم الله بالشكل ده كده، كل اتنين احطهم واحاول اخلي المربى تطلع مني كده. بسم الله بالشكل الجميل ده. هترص في كرتونه، ترص في علبه، رص في اي شيء موجود عندك انت هتحطيه فيه حطيه. بسم الله. ميزه القرطاس ده انه يحافظ لك على المربى وما تلوثش ايدك، يعني جو ايدك ما تتعفرش كده بالمربى علشان ما تعكيش الانكشار من بره بالشكل ده كده. وجوز الهند بيبقى جميل خالص فيه. بالشكل ده يا حبايبي كده. هخلص كل الكميه تزويج وهوريكم الدقيق بتاعنا والكميه البسيطه بتاعتنا ديت. على فكره الكيلو البسكوت الانكشار ب 90 جنيه، السنه اللي عدت كان ب 70، السنه دي ما شاء الله ب 90 جنيه. فاحنا عايزين نعمل حاجتنا ببيتنا ونوفر مع بعض ان شاء الله. هوريكم كيلو الدقيق ووفر معانا كميه قد ايه، وطلع معانا كميه بسكوت قد ايه ان شاء الله. وما وريتكوش هو دايب ازاي البسكوت الانكشار بتاعنا. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. بص مش يعني ما شاء الله مش حامله، بص عامل ازاي ما شاء الله عليه، واجمل من المحلات وارخص كتير خالص. وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا الحبايبي بسكوت الانكشار. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه. كل سنه وانتم طيبين.